بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من حواديت رياضية على HTV. حلقة النهاردة حلقة احتفالية زي ما تعودنا على عدسة أو أمام عدسة HTV، ومع حواديت رياضية دايما بنحتفل مع النادي الأهلي اللي دايما مشرفنا ومشرف مصر، فخر العرب، فخر إفريقيا، فخر مصر، صاحب السعادة النادي الأهلي. النهاردة هنغطي بطولة كأس العالم للأندية وتتويج النادي الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه على حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا وكل أهداف البطولة مع النادي الأهلي والاحتفالية والتتويج مع حواديت رياضية، ولكن بعد الفاصل. لو لم أكن أهلاويا لوددت أن أكون أهلاويا. طبعا ده مش كلامي وده مش شعاري، ده كلام وشعار كل أهلاوي في مصر وكل مصري بيحب بلده. النادي الأهلي أصبح هو فعلا أيقونة السعادة، وأصبح النادي الأهلي هو فخر إفريقيا وفخر العرب وفخر مصر. ليه كمان بنقول كده؟ لأن النادي الأهلي شرفنا في بطولة كأس العالم للأندية السنة دي اللي كانت موجودة على أرض المملكة العربية السعودية. النادي الأهلي قبل البطولة كان المستوى مش هو، كانت النتائج مش هي الفترة الأخيرة، وكان جمهور النادي الأهلي شوية قلقان من أداء النادي الأهلي، وكان فيه شوية خلافات كده ومناوشات مع السويسري كولر. جمهور النادي الأهلي عنده ثقة كبيرة جدا في لعيبته، عنده ثقة كبيرة في اللعيبة وفي روح الفانيلا الحمراء، بس كان عنده شوية قلق من النتائج والمستوى اللي ظهر بيه النادي الأهلي قبل البطولة. النادي الأهلي اللي بيشارك للمرة التاسعة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية سافر السعودية عشان يشارك في البطولة، وعين جمهور النادي الأهلي ولاعيبته ومجلس إدارته على الكاس. أيوة على الكاس. أنت مستغرب طبعا وأنا بقول لك كده؟ لا، لو أنت أهلاوي هتعرف إن جمهور النادي الأهلي كان رايح البطولة دي وهو مستني يقابل مانشستر سيتي ويقابل جوارديولا ويقول له يعني هو ده النادي الأهلي وهي دي طريقة النادي الأهلي وهو ده تاريخ النادي الأهلي وده طموح جمهور النادي الأهلي. اول ماتش للنادي الاهلي كان مهم جدا لان كان فيه قبلها شويه مناوشات كده وحاجات جميله ما بين الجمهورين المصري والسعودي او الاتحاداوي للفريق اتحاد جده السعودي وجمهور النادي الاهلي، وكانت فيه جمله كده موجوده: مين اللي هيكسب، الطعميه ولا الكبسه؟ وكله كان مستني عشان يشوف ايه اللي هيحصل في المباراه. نادي اتحاد جده اللي موجود فيه فرود ريال مدريد ونجم فرنسا كريم بنزيما، اللي موجود فيه كمان نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق احمد حجازي اللي رجع من اصابته، وكمان معاه مدرب عالمي، فكان فيه شويه تخوف كده. فرقه تقيله، فرقه كبيره، محققه نتائج كويسه جدا، ولكن المباراه ما بين النادي الاهلي واتحاد جده في الملعب غير. الموضوع كان مختلف شويه. النادي الاهلي فاجئنا ومستوى راقي جدا من بدايه المباراه، ما كانش خايف، كان هو اللي بيهاجم، قدم مستوى كويس جدا. حصل ان هو بدا مسك كوره في نص الملعب وبدا يروح وبدا يضيع فرص لغايه ما النادي الاهلي بدا المباراة بهدف لعلي معلول من ضربة جزاء صحيحة، وتقدم النادي الأهلي بنتيجة 1-0. وكانت بداية للنادي الأهلي، بدأ النادي الأهلي يمسك كرة وبدأ يصول ويجول في ملعب السعودية أو ملعب جدة، ملعب الجوهرة. تألق لعيبة النادي الأهلي كلهم: كهربا وحسين الشحات والوافد الجديد إمام عاشور طبعا، بجانب الأخطبوط محمد الشناوي حارس عرين النادي الاهلي ومصر اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه في بطوله افريقيا. ومش كده وبس، حسين الشحات الراجل من ناحيه الشمال بيستلم الكوره وبيعدل على رجله اليمين وبيعمل جون ار2 كده زي ما احنا بنقول للعيبه بتاعه البلاي ستيشن، حاجه كده راحت لفت موزه كده وجميله جدا تروح بتزغرط في الشبكه عشان النادي الاهلي يجيب الجون الثاني في نتيجه مفاجاه بالنسبه للسعوديين اكتر من المصريين اللي كانوا كل تصريحاتهم قبل المباراه كله عمال يتكلم على انه فريق اتحاد جده هيكسب وهيكسب بنتيجه بعد النادي الاهلي ما كسب الهلال السعودي قبل كده 4. فكله مستني بقى المره دي انه اتحاد جده هو اللي ياخد بالطار او يظهر لمين، للسعوديين. ولكن حسين الشحات بالهدف الثاني بيقول لهم لا، انا النادي الاهلي. مش كده وبس، الكره بتروح لكهربا اللي بيراوغ من ناحيه الشمال وبيعمل اسيست. طبعا كهربا في التوقيت ده بدا يفكر انها مش ماشيه معاه النهارده. اعمل ايه طالما ماشي معايا النهارده؟ ابتدي اعمل اسيستات، انا اللي باصي، انا اللي اعمل.
وقد كان. كهربا عمل الكوره تحت كده بلمسه سحريه للوافد الجديد امام عاشور اللي بيعيش ابهى اوقاته. الراجل ده اللي جالنا من الدنمارك، نجم نادي الزمالك السابق امام عاشور، اللي بيتالق في النادي الاهلي وبيحرز هدفه الاول في كاس العالم والهدف الثالث للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي يحقق الثلاثيه. وفي الدقيقه 92 كده بعد ما النادي الاهلي حصل التراخي طبعا كعاده اللعيب المصري، كريم بنزيما بيجيب هدف في النادي الاهلي وبينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي 3-1. ومن بعد اللقاء شفنا روح رياضيه حلوه جدا ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور اتحاد جده السعودي، واتفرجنا على فيديوهات كتير وهم بيحتفلوا مع بعض وبيرقصوا وبيدوروا عن المراهنات وبيدوروا عن مين كسب والطعميه ولا الكبسه، والطعميه كسبت الكبسه وفاز النادي الاهلي بنتيجه 3-1 ليصعد النادي الاهلي عشان يقابل فلومينس البرازيلي في طموح وتحدي جديد ان النادي الاهلي يكسب الفريق البرازيلي ويوصل للمباراه النهائيه. هو ده اللي احنا كنا جايين عشانه كجمهور النادي الاهلي وكجمهور مصر، ان النادي الاهلي يلاعب فلومينس البرازيلي ويوصل للنهائي لاول مره في تاريخه عشان يقابل العملاق الاوروبي فريق مانشستر سيتي. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظروني بعد الفاصل عشان نتكلم عن النادي الاهلي وفلومينس البرازيلي. رجعت لكم مره تانية بعد الفاصل وبنكمل مع بعض مشوار النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه المقامه في السعوديه. بعد فوز النادي الاهلي وتالقه وتالق لاعبيه وجهازه الفني امام اتحاد جده وفوز بنتيجه عريضه نتيجه 3-1 واداء رائع واهداف جميله استمتعنا بيها كلنا، النادي الاهلي دخل يلاعب الفريق فلومينس البرازيلي. يعني دايما معروف ان الكره البرازيليه فيها سنه حرفنه، لعيبه بتلعب كره على الارض ادائهم قريب. احنا بنحب كمان الكره البرازيليه جدا، فرقه فيها كم لعيب تقيل كده، ويعني يكفينا مارسيلو لعيب ريال مدريد الاشول. طبعا بيتكلموا ان في اعمار سنيه كبيره، ولكن يا جماعه على ارض الملعب الخبرات الموضوع بيفرق. النادي الاهلي ضيع فرص واللي يضيع يستقبل، ولكن من وجهة نظري الشخصية النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي في المباراة دي جدا جدا جدا. النادي الاهلي لو ما قلناش انه ليه ضربتين جزاء هيبقى ليه ضربة جزاء صحيحة 100%. ناس كتير اتكلمت عن اسباب الظلم التحكيمي او ان في مراهنات او في ناس اتدخلت في الموضوع ده. كان مهم جدا ان الحكم البولندي يرجع فيها للفار في اكتر من كوره. الغريب انه حتى ما طلبش من غرفه الفار ان هم يساعدوه او ان هو يرجع لها، ودي كانت الكلام اللي حصل فيها الجدل. والنادي الاهلي بيخسر بهدفين، هدف منهم ركله جزاء وهدف تاني كان في نهايه المباراه بعد ما خلاص لعيبه النادي الاهلي جالها سنه احباط كده في الملعب، كرة مش ماشيه، الفرص بتضيع، وحكم في سنه ظلم وحاسس ان هو حقه بيضيع، وبيخسر النادي الاهلي وبيخسر طموحه في الوصول للمباراه النهائيه اللي كان كل جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي مستني ان الاهلي يلاعب فيها مانشستر سيتي اللي بيكسب نادي اوارا الياباني، او زي ما بيقولوا اوراوا الياباني بطل اسيا. النادي الاهلي كده خلاص بدأ يفكر في البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه. هنلاعب مين بقى في البرونزيه؟ هنلاعب الفائز من فريق مانشستر سيتي والفريق الياباني. مانشستر سيتي بيجي من بلده، بيجي من الدوري الانجليزي عشان يلعب على طول قبل النهائي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها في اخر الحلقه. وبيلعب مانشستر سيتي مع اوراوا الياباني وبيفوز عليه بنتيجه 3-0. كده خلاص النادي الاهلي هيلاعب نادي اوراوا الياباني في تحديد المركز الثالث والرابع، وخلاص بقى الطموح دلوقتي او ما بقاش طموح بالنسبه للنادي الاهلي، خلاص في تعود ان احنا بنلعب على الميداليه البرونزيه. وبيوصل فريق فلومينس البرازيلي ليلاقي العملاق الاوروبي مانشستر سيتي في المباراه النهائيه. وبنيجي بقى لمباراتنا مع اوراوا الياباني. جمهور النادي الاهلي خلاص طالما الطموح عن الوصول للميداليه الذهبيه والمركز الاول راح، يلا نركز بقى في الميداليه البرونزيه. وبدا النادي الاهلي مباراته مع الفريق الياباني بطل اسيا، فريق عنده سرعات، فريق فيه لعيبه كتير محترفه. مباراه كانت سجال في الاول، لكن النادي الاهلي سرعان ما امتلك نص الملعب وبدا يتحرك ولعب بنفس التشكيله اللي لعب بيها قدام اتحاد جده، لانه كان حصل تغيير في ماتش البرازيل انه لعب اكرم توفيق مكان كوكا. المره دي الراجل السويسري كولر رجع تاني كوكا لنص الملعب ولعب النادي الاهلي، وكان الهدف الاول عن طريق
المدافع المودرن ياسر ابراهيم، اللي زيه زي راموس دلوقتي. هو جاب 3 اهداف في كاس العالم للانديه، وراموس جاب 3 اهداف في كاس العالم للانديه كمدافعين. طبعا في لعيبه كتير جابت اهداف اكتر من كده زي علي معلول، ولكن هو كمدافع بيجيب الهدف الثالث لنفسه. بتقدم النادي الاهلي على الفريق الياباني بهدف بعد تسديده من محمد هاني، بتترد لياسر ابراهيم اللي بيكملها، وبيتقدم النادي الاهلي بنتيجه 1-0. وقبل نهايه الشوط الاول بيرستاو في لخبطه كده عند ديفنس الفريق الياباني على حدود ال 18، الكره بتيجي لبيرستاو، الراجل ما بيسميش عليه وعلى طول بيحط بوش رجله الهدف الثاني للنادي الاهلي، وبيخلص الشوط الاول 2-0. كلنا قلنا الموضوع خلص والموضوع انتهى، ولكن بيحصل الكره فيها كل حاجه، والكره ملهاش كبير والجون بيجي في ثانيه. الفريق الياباني بيتقدم بهدف في الشوط الثاني، وبيتقدم كمان بالهدف الثاني ليصبح النتيجه 2-2. وبدا جمهور النادي الاهلي يقلق لغايه ما اسرع ديليفري في مصر. الكره بتجيله علي معلول وبيشوط شوطه قويه جدا، ما كانتش رايحه في الجون، كانت ماشيه بالعرض، بتغير اتجاهها وبتخش في جون في فريق الياباني. وكده بيتاكد ان انت الكره عايزاك كده النهارده المكسب او الميداليه البرونزيه عايزاك. وفي الدقيقه او في ال5 دقائق الاخرانيين علي معلول بيجي كوره على حدود منطقه الجزاء، بيحطها الراجل وبيفكر ان انا لسه مضيع ضربه جزاء. كان علي معلول ضيع ضربه جزاء قبل الهدف الرابع، فكر علي معلول اعمل ايه، ومن مره واحده زي ما كلنا شايفين هدف جميل، هدف رائع من ضربه حره مباشره. علي معلول بيحطها على شمال الحارس الياباني، وبيتقدم النادي الاهلي على فريق اوراوا الياباني بنتيجه 4-2 لينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي وحصوله على الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه. طبعا من ضمن الاحصائيات انه الفريق الياباني كان بيدور على الميداليه البرونزيه الرابعه في تاريخ اليابان، النادي الاهلي بيدور على الميداليه الرابعه البرونزيه في تاريخ النادي الاهلي. فعلا النادي الاهلي تاريخ، ولينا الحق ان احنا نتشرف بان النادي الاهلي موجود في بلدنا مصر. النادي الاهلي مشاركته كانت رقم 9 في تاريخه في بطولة كاس العالم للأندية، وجاب 25 هدف، ودي زي ما قلنا الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي. وفي نفس اليوم بقى بالليل بيلاقي العملاق الأوروبي بيلاعب الفريق البرازيلي، اللي احنا شفنا انه النادي الأهلي من وجهة نظرنا كان أحق اللي هو يكون موجود مكانه في المباراة النهائية، ولكن بيقابل فلومينس البرازيلي العملاق الأوروبي مانشستر سيتي، وبينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي برضو زي ما النادي الاهلي انهى لقائه ب4 اهداف. هو بينهي لقائه ب4 اهداف ولكن دون مقابل، ليفوز العملاق الاوروبي بكأس العالم للأندية. وعايزين نقول انه البطولة بتاعه سنة 25 اللي لسه هتبقى 2025 هيتغير فيها النظام شوية. احنا حسينا انه في سنة ظلم كده، او انه يعني في عنصرية ان الفرقة الاوروبية تيجي على طول تلعب مباراة قبل نهاية على طول او ما تصفيش او كذا. لا، دلوقتي 25 اللي هيبقى موجود فيها فرق كتير من افريقيا، من ضمنهم اللي ضمن الصعود للبطوله دي النادي الاهلي المصري والوداد المغربي. وفي فرصه عند بيراميدز لو حققت بطوله افريقيا السنه دي انها تكون موجوده سنه 25. النظام هيبقى نظام مجموعات زي ما بنلعب كده في بطوله افريقيا، فيمكن شويه الموضوع اللي بيحصل في الفتره دي والسنين اللي فاتت في كاس العالم يتغير، انه الفرقه الاوروبيه او بطله اوروبا تيجي على طول تلعب قبل نهائي وتاخد دايما البطوله، بيبقى ليها دايما الحظ الاوفر. لا، البطوله في 25 هتتغير. طيب في حاجة مهمة بقى جدا لجمهور النادي الأهلي، طبعا الاحتفالية اللي شفناها وجمهور النادي الأهلي بيحتفل مع مجلس الإدارة ومع الجهاز الفني. وطبعا من هنا بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب، ونبارك للجهاز الفني بقيادة السويسري كولر وكل لعيبة النادي الأهلي الرجالة. جمهور النادي الأهلي هو بيحتفل الجمهور الغريب، اللي لو رجعتوا معايا الحلقات حواديت رياضية كنا لينا جملة كده دايما بنقولها عشان تفهم عقلية جمهور النادي الأهلي بيفكر ازاي، وازاي بيطالب لعيبته وهو في المدرج بيحتفل معاه ببطوله، بيطالبوا البطوله اللي جايه. جمهور النادي الاهلي في استاد الجوهره مع لعيبه النادي الاهلي وهم بيحتفلوا ببرونزيه كاس العالم بيقولوا له السوبر يا اهلي. جمهور غريب، وعشان تفهم عقليته وتعرف بيفكر ازاي جمهور النادي الاهلي هقولها لك ثالث ورابع وخامس. ما قدامكش غير حل واحد بس، ان انت تبقى اهلاوي. مبروك لجمهور النادي الاهلي مره تانية، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للاعبين. ولاعيبه النادي الاهلي خرجت من السعوديه على طول رايحين على الامارات، مفيش وقت مفيش راحه من بطوله كاس العالم للانديه
رايحين لكأس السوبر المصري اللي هيكون في دولة الإمارات، اللي هيشارك فيه النادي الأهلي ونادي فيوتشر ونادي سيراميكا ونادي بيراميدز. والنادي الأهلي أول مباراة هيواجه فيها نادي سيراميكا. هينتظر لو الأهلي كسب فهينتظر مين الفائز من بيراميدز وفيوتشر عشان يلعبوا في نهائي كأس السوبر. هو ده قدر نادي البطولات، النادي الأهلي يخرج من بطولة على بطولة، وعلى طول الجمهور النادي الاهلي بينادي لاعيبته بالبطوله الجديده. مع كل مكسب بيطالبوا بالمكسب الجديد. فخر العرب وفخر افريقيا وفخر مصر النادي الاهلي. الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي ببرونزيه العالم للمره الرابعه. الف مبروك لكل مصر، ويا رب تكونوا اتبسطتوا النهارده زي ما احنا انبسطنا وفرحتوا مع النادي الاهلي واتفرجتوا على كل اهداف البطوله. غطينا معاكم النهارده بطوله كاس العالم للانديه وفوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه وفوز مانشستر سيتي العملاق الاوروبي بكاس العالم للانديه. ونتمنى ان في سنه من السنين وفي بطوله من البطولات يقف على منصه تتويج فريق مصري ان شاء الله. انتظرونا في البطولة اللي جاية ان شاء الله، وهي بطولة كأس السوبر اللي هنغطيها برضو من خلال حواديت رياضية امام عدسة HTV، وهنشوف مين بطل السوبر المصري، البطولة اللي هتكون في الامارات الايام اللي جاية. يا رب تكونوا انبسطتوا زي ما احنا انبسطت معاكم. انتظرونا الفترة اللي جاية، هنغطي معاكم كل الاحداث الرياضية اللي موجودة في الشارع المصري باذن الله والشارع الرياضي. انتظرونا وحلقات جديدة امام عدسة HTV في حواديت رياضية. انتظروني والى اللقاء.